يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بقى، واخيرا اخيرا خلصت الستاير والحمد لله. دي اخر حاجه كانت ناقصه فيها كده، وجايبه لكم شويه حاجات كده هتشوفوها معايا. بصوا، انا كان ناقصني الشريط، انا كنت خلصت جنب وكان فاضل جنب واحد بس، يعني الستاير يعتبر كلها خلصت. والحمد لله ده اخر شريط هركبه في اخر حرف في الستاير. وجبت كمان، بصوا بصوا شكلها تحفة. انا على طول بجيبها من اللي هي الخرز، بس بصراحة دي يعني حسيتها شكلها احلى بكتير. الخرز دلوقتي مش حاساه حلو قوي اشكاله، لكن هو الخرز بطبعه اساسا شيك جدا يعني. والجنبين دول اللي انا كنت جايباهم من القاهرة معاكم ووريتهولكوا قبل كده، تمام. نزلت بقى اجيب جنب تالت دولي كده هحطهم في الوش، تمام. ده قدام البلكونة، لكن الجنب بقى التالت اللي هو على الطرقة ما كانش له واحدة، فنزلت جبت له الواحدة دي، هي شبيهة بالشريط قوي. وكمان حبيت اجيبها خرز، علشان حاساه بصراحة بقى اشيك بكتير قوي من اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى مدورة كده ونازل منها شراشير كده. لا، ده حاساه اشيك، الخرز اشيك بكتير. بصوا بقى شكلهم هم تحفة. هحط بقى اللي زي بعض دول في الوش على البلكونه كده. والجنب ده هحطه على الطرقه، وجبت بقى اخر مواسير، والحمد لله خلصت من الستاير خالص. دول اخر ماسورتين هحطهم في اوضه النوم. وكده هظبط بقى الستاير واعلق كله واقفل الشقه، واخيرا يعني عديت بقى على اوكازيون في طريقي، جبت كمان علبه مربى. انا مش عارفه، بقالي فتره باكل سكريات كتير قوي. مش عارفة بقى يعني في ايه، وممكن يكون البرد ولا حاجة مخليني حابة ان انا اكل سكريات كتير. وكمان جبت علبة الجبنة دي، انا بجيبها كده ايه، تغيير اكل بصراحة. يعني الواحد لما بيزهق مثلا من البيض والفول والطعمية والحاجات دي، ساعات بنعمل لي مثلا سندوتش جبنة مثلا مع طماطم وفلفل كده وخيار واروح عامله لي جنبها كوباية حلوة. وده بيبقى ايه، سناكس كده بسيطة. وجبت كمان بقى المفاجأة، انا اخر واحدة يا جماعة تعمل الترند ده، اخر واحدة. جبت الايزي باستا. بس طبعا انا مش هعمل الكيس ده كله، يعني لازم حاجة مساعدة. فجبت الايزي باستا دي، وجبت جنبها كمان كيس مكرونة تانية صغيرة، بس ما لقيتش من اللي هي الصغيرة المعوجة دي. لقيت من اللي هي الصغيرة المفرودة، فقلت عادي مش مشكلة. جبتها دي بقى. آه يعني يعتبر طعمها بصراحة هو حلو. وانا مش هكدب عليكم، هو طعمها حلو تمام. بس كتر فلوس اقسم بالله. انتوا عارفين الكيس ده اللي هو يعني مفيش يا جماعة، كيس صغير خالص ب 43 جنيه. لكم ان تتخيلوا من عنده اوكازيون يا جماعة، يعني انا بعمل دعاية ليها اهو. ب 43 جنيه ونص. فحرام والله العظيم، يعني انا ادفع 43 جنيه في كيس زي ده، يعني قمة الظلم. ورحت جبت كيسين بن، كل كيس كان تمن، ده ربع تمنين. هو اصلا ما كانش عنده ربع على بعضه، فقال لي لا انا وزن عندي تمن، فاخدت التمنين دول. وبصراحة ابو لبن ما بقاش ابو لبن. ما بقاش البن بتاع زمان، انا مش لاقيه يا جماعة بن حلو دلوقتي، يعني بدون استثناء بقى اي حد. بس فعلا البن ما بقاش زي زمان كده، ما بقتش بحس بطعم انتوا عارفين اللي هو الايه، القهوة كده بتاع زمان ده، لا ما بقاش موجود. يعني انا بجيب بن فاتح كده محوج، حرفيا ما فيش اي تحويجة فيه. يعني مش حاسه بطعم القهوه، حاسه طعم القهوه عامل زي المحروق. اه، انتوا كده كنتوا كمان، ولا انا بس، ولا ايه، مش عارفه. المهم الايزي باستا دي، انا بصراحه ما حبيتش اغامر واجيب كل الاطعمه، لانه بصوا حبه المكرونه قد ايه، يعني والله العظيم مفتريين. يعني ربع الكيس يا جدعان، يعني ما يكفيش عيل صغير، والله مش هيشبع منه. يعني احنا عملنا ده، وعملت جنبه كيس الملكه ده والله، وما شبعناش، يعني كنا واخدينه سناكس كده بسيط. بصوا بصوا الحبة قد ايه، مش مكمل والله نص الكيس. فيا جماعة يعني انتوا عاملين مكرونة زي دي ومكلفين، املوا كيس، مش هقول اعملوا كيس اكبر، لا املوا كيس يا جماعة. حرام والله عشان اعمل جنبها كيس مكرونة كمان، وبرضو مفيش يعني. طلعت كيس لبن، لان انا لقيتها بتتعمل بقى، هقول لكم بتتعمل ازاي. بصوا، انا عن نفسي سلقت كل مكرونة لوحدها، ده اول حاجة. هسلق المكرونة دي لوحدها ودي لوحدها. الكيس الصغير ده، الكيس ده جاي معاها ده فيه بودر كده، يعتبر هو اللي هيعمل الصوص، يعني هو هيعمل صوص زي البشاميل، وهي على فكرة حرفيا عاملة زي المكرونة بالبشاميل.
بس الفرق انها ما فيهاش لحوم بس. لكن كمكرونه مش الواو، عشان نبقى صراحة كده مع بعضينا، مش الواو يا جماعة يعني. على السعر ده لا، يعني خسارة فيها الفلوس عشان اجيب مثلا كيس مكرونة مش مكفي طبق صغير لطفل صغنون ب43 ولا ب42 ونص. هو في ايه؟ انا مش فاكرة هي 42 ونص ولا 43 ونص، بس هي في الاربعينات يعني. المهم طلعت كل الكيس لوحده وسلقته، لان كل مكرونة ليها سوا معين، فما حبيتش بقى ايه اعك الدنيا. سلقت الكيس بتاع الايزي باستا ده لوحده، شويه المكرونه. وعلى فكره مكرونه الايزي باستا بتاخد وقت في السوا اكتر من المكرونه العاديه بتاعتنا اللي هي الملكه. يعني الملكه او حوا، يعني انا على طول بجيب حوا، بس المكرونه الصغيره دي ما كانش عندي منها حوا، فما لقيتش في المحل غير الملكه. ف المكرونه العاديه بتاعتنا بتستوي بسرعه، عشان كده انا اتعمدت الحمد لله اعمل كل واحده لوحدها كده، وفي الاخر هقلب الاتنين على بعض بس مضمن الاتنين استووا تماما. وجبت كمان اللبن، انا كان عندي لبن بقى في الفريزر، طلعته يفك، وهفتح الكيس ده وهصفي المية من المكرونتين وهحطهم على بعض بس ما اتاكد بس ان هما استووا كويس، لان هي يعني ما بتاخدش وقت على النار. بصوا هنا بقى كنت صفيت المية وحطيت المكرونة التانية عليها اهو، شايفين البخار طلع ايه يفتح النفس. وفي الاخر يعني حسيتها يعني مش الواو يا جماعة، يعني خسارة فيها الفلوس كنت عملت صينية مكرونة بالبشاميل وريحت دماغي. المهم فتحت الكيس ده اهو، هحط البودر عليها وعليها اللبن وهقلبها. بس انا عن نفسي بقى زودت شويه ملح، يعني عشان خاطر المكرونه اللي انا مزوداها، فانا زودت شويه ملح. والناس اللي هتخش تقول لي اعملي المكرونه بتاعه الايزي باستا لوحدها كده في طبق صغنن، وهو ده يا جماعه اقسم بالله ده معلقتين، يعني ده يسلكوا اسناني بس، يعني مش عاملين معايا حاجه اساسا، يعني مش هقول بقى على البيت الافراد اللي معايا، لا يعني ده ايزي باستا الكيس ده تسليك سنان مش اكتر. فعشان ما اضحكش على نفسي يعني هعمل بيه. بس هي كطعم، هي كطعم حلو بصراحة، لكن كفلوس مش احسن حاجة. تمام. بصوا بقى هنا قلبتها كويس وهحط ملح واسيبها تستوي. هسيب بقى اللبن يتشرب شوية مع المكرونة، وهيعمل صوص بسيط خالص، يعني يعتبر هيشرب كل المكرونة. رجعت لكم بقى بصوا اهي بعد ما الصوص كله بقى اتشرب كده وعملت صوص بسيط خالص. طبعا لو عملت بالكيس بتاعها كانت هتعمل صوص حلو يعني اكتر من كده، بس طبعا عشان انا مزوده المكرونه فالصوص كان قليل. المهم كلتها بألف هنا يا رب، بس انا حبيت اقول لكم تجربتي فيها علشان دي يعني بتاعت الناس اللي معاها فلوس زياده محيره انا بقى غلبانه المهم دخلت هنا على الستاير. دي ستاير اوضه النوم بتاعتي القديمه، انا ما غيرتش ستاير يا جماعه غير بتاعه الريسبشن بس عشان الالوان. لكن القديمه اللي عندي كلها انا طلعتها وعلقتها، لان ستايري اساسا انا من نوعيات كلكم عارفين عني يعني الحمد لله ان انا بحافظ على الحاجه. فالحمد لله الحاجه عندي ممكن تقعد سنين وتحسوا انها جديده لسه، ان على طول بغسل ايدي في الحاجه، حتى في الغسيل في التنظيف انا بحب احافظ على الحاجه. يعني امي ربنا يديها الصحه يا رب كده ويبارك لي في عمرها، عودتني ازاي احافظ على الحاجه. وبما اني اتربيت لوحدي فكنت يعني طول الوقت الحاجه ممكن تقعد معايا مثلا بال10 سنين وال15 سنه وتحسوني لا لسه جايباها جديده سليمه، انا ما بهدلنيش ولا بهدل لي حاجتي غير عيالي. اه والله يعني امي ربتني صح وانا مش عارفه اربي عيالي اقسم بالله. انا بفضفض لكم بس حرفيا يعني عيالي مطلعين عيني ومبهدلين كل حاجتي. فالمهم هنا بقى الشباك اللي ورا السرير ده، السرير انا حاطه جنب واحد فيه تمام، يعني في جنب تاني من السرير انا شايلاه اللي هو الكوميدينو عندي له مرايه وراه بتتحط في السرير، فانا شايله جنب وحاطه جنب ليه لان المساحه مش مكفيه. فالمهم ان انا غيرت مكان السرير، انا كنت حاطاه ظهره تحت التكييف، فانا غيرته وحطيته في ورا الشباك علشان خاطر اوسع الاوضه اكتر، وفي نفس الوقت اعرف اعلق الستاير مظبوطه، لان الستاير معموله على المقاسات دي من الاساس يعني.
فحطيتها كده، وانا كده كده قافله الشباك خالص، يعني ما بفتحوش غير كل فين وفين، ان مش فارق معايا بصراحه شباك اوضه النوم. بعد ما قلت كان فارق، لا ما بقاش فارق، لان فيها تكييف. لو ما فيهاش تكييف كنت اقول لكم فارق، لكن بما ان كده كده فيها تكييف، فوقت ما بحس مثلا ان عايزه اهوي الاوضه ممكن اشغل التكييف فيها شويه. ساعات بفتح الشباك بس بحارب شويه عشان افتحه. بصوا انا حاطه على الملايه عليها مشمع وعليها حاجات، عشان بس استاذ معتز كان نايم هنا وبيعمل حمام على نفسه وهو نايم. بصوا شكلها بقى تحفه. والمخده اللي على الكومودينو دي المخده اللي انا عرضها للبيع، لانها طلعت كبيره قوي 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 على السرير. وهنا بقى التكييف في الجنب التاني. والحمد لله كده اوضه النوم عندي خلصت، ودي كانت اخر الستاير والحمد لله. المهم بقى كان عندي هنا لحمه، وكان عندي كبده كده وقلب بقى وفشه وحاجات من دي. المهم يعني ان انا يعني موضوع المكرونه ده ما عملش حاجه معانا يا جماعه. كان لها وجعنا اقسم بالله. فقلت لا بقى كده يعني خلاص، يعني انا نستسلم الامر لله كده، ونقوم نعمل لنا اكله حرشه حلوه تفتح نفسنا يعني. فالمهم بقى قلت ايه، هشوح اللحمه دي. هي اللحمه فيها شويه عظم كده على ريش، انتوا عارفين اللي هو ايه، خلطه بيضه كده. واحط عليها كده شويه فرن. وهي كده كده فيها دهون، يعني هي هتقوم بالواجب، بس انا بحبها تستوي كلها في بعضها. ده كله ضاني بقى، انا بحب قوي الحاجات الضاني بالذات في الكبده، يعني الكبده بالذات. ويا بقى على العجالي، يا لهوي الكبده العجالي تحفه. الجملي جميله وبحبها، بس ما بحبش انا الشده اللي فيها دي، بتضايقني شويه، فما باكلهاش كتير. المهم هنا اطلع شويه فلفل كده عشان اقطعهم. انا بعملها ما بحطش عليها حاجات كتير، يعني انا بصراحه بسيب الحاجه تتشوح. بحب قوي ان الحاجه تتشوح. بصوا هنا انا طبعا ما كنتش صابره عليها، لان انا كنت فاكره ان المكرونه دي هتعمل حاجه يعني. اعتمدت على ان المكرونه دي كانت غدا بالنسبه لنا. بس حسيت ان العيال بتقول يا ماما احنا جعانين، يعني ايه اللي انت عملتيه ده؟ فصعبوا عليا. فبصراحه ما قدرتش اصبر بقى، يعني اللي هو احنا كلنا فتحنا في الاكل، فاحنا عايزين ناكل. فالحل كان قدامي ان انا اطلع اي حاجه اعملها سريعه كده، فما استنيتش بقى لا اللحوم تفك ولا كبده تفك ولا اي حاجه. خليتها تفك كده منها على النار، وحطيت الفرن عليها. وكمان حطيت دي دهنه، ده برطمان دهنه عندي. ما بحبش احط الدهنه على الاكل غير على اللحوم بس، يعني اي دهنه هتتحط على الاكل ممنوع، ولا بقى على طبيخ ولا على رز ولا على محاشي ولا الكلام ده. عشان في ناس كتير بتحب تحط الدهون على الاكل، انا لا. الدهون بالنسبه لي بسوي بيها اللحوم بس، اكتر من كده لا. المهم بقى هنا قطعت الفلفل عليها كده يتشوح كده، يدي لها شويه طعم حلو. وهسخن كام رغيف عيش، والحمد لله كده اكلتنا النهارده زي الفل. يعني احنا عملنا سناكس كده بتاع الايزي باستا. وعملنا بقى اكلتنا الحرشه. ومحدش يقول لي انت تخنتي ليه، يعني عشان ناس كتير الايام اللي فاتت عماله تقول انت تخنتي. اظن واضح يعني احنا في الشتاء يا جماعه، وانا بدخن في الشتاء. يعني انا كاميرام انا في الشتاء بدخن. ومن الاخر كده بقى، من ساعه ما جيت هنا وانا قاعده عماله اكل واشرب وانام، اكل واشرب ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا اكل واشرب وانام. يعني الحمد لله الشقه عندي بنضف وقت ما ببقى قادره، ما بقتش بهلك في صحتي. يعني بص انا ضربتها طناش، اقسم بالله ضربتها طناش. هنا كان عندي بقى شويه بهارات كده، بهارات دي بهارات اللحمه اللي هي 7 بهارات. جبتها وقلت هطحنها كده وانا واقفه، عشان احط بقى 7 بهارات، ونحط بقى فلفل اسمر احنا هنعمل اكله حرشه. والحمد لله يعني السنه دي ممكن تقعد معايا يومين على فكره، يعني على قد ما الحمد لله الواحد بياكل، بس الصينيه دي بتقعد معايا يومين، ممكن تخش في التالت كده. يعني لان انا العيال عندي ما بتدوسش قوي في اللحوم وهي كده، يعني يحبوها قوي مفرومه. لكن لا ليهم في الكبده ولا في القلب ولا في الفشه ولا الحاجات دي. واللحمه عايزينها مفرومه، لا اما لو عملتها كده بقى تبقى مستويه قوي قوي قوي، واقطعها كده قطع صغننه. يعني انا بعد ما بتستوي ما باجي بقى اكلهم، بقطعها قطع صغننه خالص واحطها لهم بقى، ياخدوها مثلا ياكلوها في عيش. يعني لولا ممكن تاخدها تاكلها في عيش،
لكن معتز عندي ضد العيش، يعني بني ادم بروتيني داخل كده على، انتوا عارفين كده فصيلة الاسود. هو داخل على فصيلة الاسود. المهم بقى خدت البهارات هنا. انا بحب جدا اجيب البهارات يا جماعه ناشفه، يعني حبوب كده صحيحه. ما بحبش اجيبها مطحونه، لان ما بقاش حد عنده ضمير، واظن انتوا فاهمين انا قصدي ايه يعني. الله اعلم بقى بيحطوا على البهارات المطحونه دي ايه علشان يكسبوا فيها ويخففوها، لان دي بتبقى اغلى. يعني دي الشويه دول كانوا ب50 جنيه. ده كانوا انا جايباهم يا جماعه من فتره، بس كنت عيناهم عندي، فكانوا دي من فتره. يعني دلوقتي الله اعلم ممكن يزيدوا 10 20. وهنا شويه فلفل اسمر برضو طحنتهم كده في الكبه، في المطحنه قصدي، وحطيت عليها بقى شويه ميه عشان تسوي كمان اللحمه. وانا عايزه الكبده تستوي على الاخر. انا عايزه، يعني انتوا عارفين اللي هو الحاجه سايحه خالص، فانا هسويها على الاخر عشان خاطر الولاد يعرفوا ياكلوا منها. لو انتوا ولادكم بقى زي ولادي قولوا لي. يعني ولادي عندي مزاج في الاكل، اقسم بالله بياكلوا بمزاجهم، مجننيني. المهم ان هنا بقى خلاص كانت بتتشرب بقى في اخر شويه ميه، وخدت وقت على النار على فكره، عشان حته ان انا كنت عاملاها من غير ما تفك، وحطيت عليها كمان فصين توم. ما تستغربوش لما تشوفوا الغساله في الفيديوهات يا جماعه، عشان الفيديوهات دي متصوره قبل ما ابيع الغساله. يعني كانت لسه صاحبتها كانت حجزتها معايا ودفعت لي ثمنها، وقعدت فتره على ما جت شالتها. فانا لسه ما صورتش فيديوهات جديده بعد ما بعت الغساله. فما حدش يستغرب ويقول لي هو انت ما بعتيش الغساله اتباعت والله. بس فكره بس ترتيب الفيديوهات، لان انا يعني ببقى مصوره الفيديوهات بس بمنتج متاخر شويه. يعني انا الايام اللي فاتت انا كنت واخده دور برد محترم بمعنى الكلمه، جابني الارض. فعشان كده اتاخرت عليكم. فطبعا الفيديوهات عندي وموجوده ومتسجله، بس بعمل عليها بس المونتاج، فما تستغربوش بقى. المهم هنا كانت خلاص بقى بتفنش، هشيلها بقى واسخن العيش ونقعد ناكل وبألف هنا. ومتنسوش بقى تحطوا لي لايك على الفيديو كمان، وتشتركوا معايا في القناه لو لسه مش